في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الأمن الحضري ومراقبة الفضاءات العامة، شرع المغرب في اعتماد كاميرات مراقبة ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي يتم تركيبها في عدد من المدن الكبرى، على رأسها العاصمة الرباط ومدينة فاس، بالإضافة إلى مدن أخرى. هذه الكاميرات لا تقتصر فقط على تسجيل الفيديو، بل تم تزويدها بخوارزميات متطورة تمكنها من تحليل السلوكيات، التعرف على الوجوه، رصد التحركات غير الطبيعية، والتعرف على لوحات السيارات بشكل آلي، مما يسهل على السلطات الأمنية التدخل في الوقت المناسب. المشروع يندرج ضمن استراتيجية رقمية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الوقائي وتحسين التدبير الحضري عبر تتبع تدفقات المرور ومراقبة الفضاءات العمومية والحد من الجريمة. في الرباط تم تركيب عدد من هذه الكاميرات في محاور حيوية وشوارع تعرف كثافة مرورية عالية، فيما تم إطلاق عمليات مماثلة في فاس المعروفة بزخمها السياحي وتاريخها العريق لضمان مزيد من الأمان لساكنتها وزوارها. ويتوقع أن تشمل المرحلة القادمة توسيع هذه التجربة لتشمل مدناً أخرى كطنجة، الدار البيضاء ومراكش، في ظل الإشادة التي حظيت بها المبادرة من قبل عدد من الفاعلين المحليين والمواطنين الذين اعتبروها خطوة متقدمة نحو مدينة ذكية وآمنة.